في أوضة ضيقة حيطانها كأنها هتقفل على اللي ساكنين فيها. كان السكوت هو سيد الموقف. لمبة جاز نورها خافت بترمي خيالات بتترعش على وش زهرة الشاحب وعلى شعر بنتها الصغيرة أمل اللي نازل على كتافها. على الحيطة اللي في الوش كان في شرخ كبير كأنه راسم خريطة للزمن والحرمان، وشاهد صامت على أيام كلها شبه بعض في قسوتها. قدامهم كان طبق واحد فيه كام حباية تمر وحتة عيش ناشفة. مفيش كلام كان بيتقال، أصل الجوع علمهم إن الكلام ما بيأكلش، وإن النظرات كفاية عشان تنقل كل مشاعر الدنيا. إيديهم كانت بتتحرك ببطء، بيقسموا الأكل القليل بحب كبير قوي. سؤال أمل فجأة. أمل كسرت هدوء المكان بصوتها الطفولي الهادي وهي بتبص لأمها بعينيها البريئة. ماما، هو بابا فين؟ إيد زهرة وقفت في مكانها اللحظة. ملامحها ما اتفاجئتش، لكن سحابة حزن قديمة عدت على وشها. ما انطقتش بحرف، أصل الجواب محفور في شرخ الحيطة وفي نور لمبة الجاز الخافت. بدل ما تتكلم فتحت دراعاتها وضمت بنتها لحضنها، حضن قوي كأنها بتبني حواليها سور يحميها من أي أذى. دفنت وشها في شعر البنت الصغيرة وغمضت عينيها. نزلت دمعة واحدة سخنة. أمل. ما شفتهاش، لكن تراب الأوضة العطشان بلعها في ساعتها. دي في نص الليل في ليلة من الليالي البرد، كان المطر بينقر على الصاج بتاع السقف والريح بتصفر من شقوق الباب الخشب القديم. زهرة كانت طفت لمبة الجاز عشان توفر الزيت القليل اللي فاضل، وقعدت في الضلمة تسمع نفس أمل المنتظم. وسط هدوء الفقر وأنين العاصفة سمعت صوت يدوب مسموع وسط دوشة المطر. صوت نونو ضعيف وحزين، كأنه خيط حياة رفيع بيتشبث بالوجود عند عتبة دبها. قامت بالراحة وفتحت الباب بحذر. البرد زهرة اتجمدت في مكانها، بصت على القطة الصغيرة وبعدين بصت على الترابيزة اللي عليها حتة العيش اليتيمة، كل اللي فاضل ليها ولبنتها لحد الصبح. جواها قام صراع من غير صوت، صراع بين عقلها اللي بيفكرها بجوع بنتها وقلبها اللي اتقطع على الروح الغلبانة دي. في لحظة الرحمة غلبت كل الحسابات. مدت إيدها اللي بتترعش وكسرت حتة صغيرة من العيش. صوت الكسرة الناشفة رن في الأوضة. وطت وحطت الحتة قدام القطة اللي كلتها بشراهة. هي ما كانتش بتقسم معاها عيش، دي كانت بتقسم معاها روحها، ودي كانت أول شرارة دفى تولعها بنفسها عشان تتحدى برد الواقع. كان يوم وعدى وانضم للقطة دي أرواح تانية جعانة وخايفة، بيتجمعوا كل ليلة عند بابها وبقوا عيلتها السرية. عيلة ما بتطلبش حاجة، بتبادنها بس فتات العيش بخرخرة هادية تملى فراغ لياليها الطويلة. اللي عملته زهرة مفضلش سر الوقت طويل. في القرى الصغيرة الحيطان ليها ودان. الناس بدأت تبص لزهرة بصة مختلفة. كان في جارتها الطيبة أم سعيد، ست شعرها شابة من هموم الدنيا، كانت بتشوف في زهرة صورة من ماضي مش بعيد. من وقت للتاني كانت بتخبط على بابها بالراحة وتديلها طبق فيه بواقي أكل وتقول لها بصوت دافي: ده لأمل، خديه ربنا يبارك لك. وعلى الناحية التانية خالص كانت هي أم فؤاد، ست عينيها فضولية. لما شافت القطط حوالين بيت زهرة بقها تلوى بابتسامة سخرية. كانت بتجمع ستات الحتة وتوشوش بصوت مسموع: شفتوا زهرة المجنونة بتاخد لقمة بنتها ترميها القطط الشوارع؟ الكلام ده كان بيوصل لزهرة زي السهام وزود عزلتها أكتر. عيلتها من القطط بقوا الملجأ بتاعها، بتقعد وسطهم تنسح على فروهم وتكلمهم بهمسات قلبها بس اللي بيفهمها. فهز الظهر في يوم هادي وصل القرية راجل غريب باين عليه الوقار والغنى. كان الحاج إبراهيم، راجل في الخمسينات من عمره، رجع عشان يشوف حتة أرض ورثها عن أبوه. وهو بيتمشى لمح من بعيد منظر غريب شد انتباهه. تحت ظل حيطة مهدومة قاعدة ست لابسة بسيط ومحاطة بشوية قطط بتقسم معاهم حتة عيش جاية لها صدقة. الحاج إبراهيم ما شافش مجرد فقر، هو شاف سكينة وسلام نرسي طالعين من الست دي وهي بتطبطب على القطط. الفضول خده وراح لأقرب بيت. كانت أم سعيد بتنشر الغسيل. سألها بيشاور على زهرة: السلام عليكم يا حاجة، مين الست دي؟ أم سعيد اتنهدت وقالت: دي زهرة، يا عيني عليها غلبانة، أرملة وملهاش غير بنتها ورحمة ربنا.
قلبها أطيب من إن الزمن ده يستحمله. الخبر اللي هز القرية ما فاتش كام يوم، والخبر انتشر في القرية زي النار في الهشيم. الحاج إبراهيم، الراجل الغني الوقور، عايز يخطب زهرة. فؤاد اللي كانت بتقول عليها مجنونة نظرتها اتحولت من شك لحسد. فجأة زهرة بقت محط الأنظار. سعيد راحت لها بالبشرة ولقيتها قاعدة في هدوءها كالعادة. لما قالت لها الخبر، زهرة رفعت وشها وهي مش مصدقة. هي الأرملة الفقيرة؟ خيالها بدأ يرسم صور عمرها ما اتجرأت تحلم بيها. بنتها أمل، لابسة فستان جديد، بتاكل وتشبع وتنام على سرير دافي. ولأول مرة من سنين لمع في عينيها بريق أمل خجول. اترتب اللقاء الرسمي في بيت سعيد. قعد الحاج إبراهيم قصاد زهرة بمنتهى اللطف والاحترام. اتكلم عن المستقبل وعن ازاي هيخلي أمل تدخل أحسن المدارس، ووصف لها بيته الكبير والحياة الهادية اللي مستنياهم. زهرة كانت بتسمع وهي حاسة إنها في حلم. ابتسمت لأول مرة ابتسامة خفيفة. بعد ما مهد لها الطريق بكل الوعود الدافية دي، الحاج إبراهيم قال بنفس النبرة الهادية: وبطبيعة الحال يا زهرة، بيتي منظم وهادي ومفيهوش مكان للحيوانات دي. الجملة وقعت على قلب زهرة زي المية الساقعة على جمر والع. هو ما قالهاش بقسوة، قال لها كأن حقيقة مسلم بيها. فجأة رجعت زهرة غوضتها وقفلت الباب على نفسها وعلى صراعها. قعدت في الضلمة على الأرض وبصت على بنتها النايمة بتحلم. تخيلتها في فستانها الجديد ومستقبلها الحلو. كل ده كان في كفة. وبعدين بصت من الشباك، شازت خيالات قطتها الصغيرة قاعدة في هدوء بره مستنيينها كالعادة. الأرواح دي اللي شاركتها جوعها وونست وحدتها، دول كانوا في الكاسة التانية. انهارت زهرة في بكا صامت بيهز كيانها كله. رفعت إيديها للسما وهي بتناجي ربنا: يا رب، يلا عالم بحالي، دليني. أختار سعادة بنتي شايفاها قدام عيني، ولا رحمتي بالأرواح دي اللي انت سقتها لبابي؟ أعمل إيه يا رب؟ تاني يوم الصبح جه الحاج إبراهيم عشان ياخد الرد النهائي. زهرة قعدت قصاده، بس ما كانش نفس الست. مفيش تردد ولا خوف في عينيها، في هدوء وقوة غريبة. رزعت راسها وبصت في عينيه بثبات وقالت بصوت صافي وهادي: يا سيدي، أنا بشكرك على كرمك، بس أعتقد إنك فهمت الموضوع غلط. خدت نفس عميق وكملت: يا سيدي، لولا رحمتي بالأرواح الضعيفة دي ما كانش ربنا بعتك ليا. الحاجة اللي انت شفتها فيا وعجبتك كانت أثر رحمة ربنا اللي حطها في قلبي. لو اتخليت عنهم يبقى اتخليت عن السبب اللي خلاك تشوفني وتكرمني. ازاي يا ابني ساعدتي على ترك اللي كانوا سبب في انك تشوفني أصلا؟ الكلام نزل على الحاج إبراهيم زي الصاعقة، مش زعل ولا حس بإهانة، لكنه اتصدم صدمة أخلاقية. هو كان مستني رد بقبول أو رفض، متوقعش أبدا درس في جوهر الإيمان والرحمة. شاف قدامه ست تبان أضعف مخلوق، لكن عندها قوة مبدأ زي الجبال. قام بالراحة وهو لسه بيبصلها كأنه بيشوفها لأول مرة، ومن غير ولا كلمة استدار ومشي، وساب وراها القرية كلها في حالة ذهول. أول ما مشي، فؤاد زعقت في زهرة: اتجننتي يا زهرة؟ ضيعتي مستقبل بنتك ومستقبلك عشان شوية حيوانات؟ هتموتي انتي وبنتك من الجوع. لأول مرة تسلل الشك لقلب زهرة: هل هي غلطت فعلا؟ في اللحظة دي أمل سابت اللعبة اللي في إيدها وقربت من قطة قاعدة عند الباب وطبطبت عليها برقة، وبعدين بصت لمامتها وابتسمت وقالت: أنا بحبهم يا ماما. الجملة البسيطة دي نزلت على روح زهرة زي البلسم. كل شك راح وكل ندم اتمحى. عرفت إنها معلمة بنتها درس ما يتعوضش بكنوز الدنيا، درس في الرحمة والوفاء. بعيد عن دوشة القرية، الحاج إبراهيم كان قاعد في بيته الفخم. الصمت اللي كان بيحبه وبيفتخر بيه بقى تقيل وموحش. كلام زهرة كان لسه بيرن في ودانه. فهم إن زهرة ما كانتش بتتكلم عن مجرد قطط، دي كانت بتتكلم عن فلسفة حياة كاملة هو مفتقدها. كل غناه ونظامه بانوا قدامه فاضيين وباردين قصاد الغنى الروحي اللي شايلاه للست الفقيرة دي في قلبها. هو راح عشان ينقذها، رجع وهي اللي علمته درس في الإنسانية. الحاج إبراهيم رجع القرية تاني، بس المرة دي رجع بتواضع التلميذ. راح على بيت زهرة وخبط بنفسه. لما فتحت، وقف على العتبة وفي إيده ورقة مطوية.
فتحها قدامها، كانت رسم تخطيطي بسيط لأرض ومبنى صغير. وصلها وقال بصوت كله يقين: يا زهرة، أنا فهمت الدرس، الرحمة ما بتتجزأش. كمل. وهو بيشاور على الرسمة: مش هطلب منك تتخلي عنهم، بالعكس هطلب منك تساعديني. هبني على أرضي هنا ملجأ صغير ليهم ولكل حيوان ضعيف. عايزة أتعلم منك إزاي الرحمة تكون حقيقية. نبرته بقت أرق: نتجوز يا زهرة، مش عشان أنقذك من فقرك، لأ، عشان أنتي تنقذيني من فقر روحي. نتجوز ونبني الحلم ده سوا. في اللحظة دي كل حاجة اتغيرت، بقت شراكة حقيقية مبنية على قيم مشتركة. زهرة بصت للورقة وبعدين بصت لوشه، والأول مرة ابتسمت ابتسامة كاملة ومشرقة وهزت راسها بالموافقة. الأيام عدت والحلم ما بقاش مجرد رسمة على ورقة. على أطراف القرية اتبنى مكان واسع ونضيف، عليه يافطة مكتوب عليها بخط جميل: مركز زهرة وإبراهيم للرحمة. زهرة ما بقتش الست الصامتة الخايفة، بقت سيدة واثقة بتدير المكان بشغف وحب. وجنبها بنتها أمل اللي بقت شابة يافعة وإيدها اليمين في عمل الخير. في يوم جه صحفي سمع بالقصة عشان يعمل معاهم حوار. سأل زهرة سؤاله الأخير: يا سيدة زهرة، إزاي كل القصة العظيمة دي بدأت؟ زهرة بصت للحاج إبراهيم اللي كان واقف بيبصلها بحب، وبعدين بصت لقطة عجوزة قاعدة في الشمس وابتسمت وقالت: كل حاجة بدأت بحتة عيش وقرار إني مديش ظهري لروح جعانة. وهنا السؤال ليكم: لو كنتوا في موقف زهرة وما عندكوش غير لقمة واحدة، كنتوا هتقسموها مع مخلوق ضعيف؟ شاركونا صراع القلب والعقل في التعليقات.